الخضر على بعد 90 دقيقة من بلوغ المونديال. سيكون ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة ابتداء من الساعة 8 ليلا هذا اليوم مسرحا لمباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين التي تحتضنها الجزائر، والذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره المغربي في ديربي مغاربي قوي يهدف من خلاله أشبال الناخب الوطني أرزقي رمان إلى التأهل للمربع الذهبي وضمان تأشيرة المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم لذات الفئة. وتأهل المنتخب الوطني إلى هذه المرحلة من المنافسة بعد حلوله وصيفا في المجموعة الأولى ب4 نقاط، في حين احتل فيه المنتخب المغربي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وهي المجموعة الثانية. في المقابل تصدر أسود الأطلس مجموعتهم بعد تحقيق فوزين على نيجيريا وجنوب إفريقيا قبل تلقي الهزيمة الأولى في الجولة الأخيرة بصورة لم تكن متوقعة على يد منتخب زامبيا. يسعى أشبال الناخب الوطني أرزقي رمان للظهور بشكل إيجابي في مباراة اليوم، خاصة من ناحية الأداء بعدما وجدوا صعوبات كبيرة في مباريات دور المجموعات وتأهلوا بشق الأنفس إلى دور الثمانية. صغار المحاربين تحدوهم إرادة وعزيمة قويتين لتقديم أفضل ما لديهم، حيث أجمعوا في تصريحاتهم الإعلامية الأخيرة على أنهم يستهدفون التأهل إلى الدور النصفي النهائي وضمان المشاركة في كأس العالم لأقل من 17 سنة، على اعتبار أن الأربعة الأوائل في هذه المجموعة سيمثلون إفريقيا في مونديال الشبان الذي كان من المقرر أن يقام بالبيرو من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل إن شاء الله، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي للعبة سحب التنظيم من هذا البلد بسبب التأخير المسجل في إنجاز المنشآت الرياضية منها ملاعب كرة القدم. ويرى المدرب الجزائري رزقي رمان أن حضور الجماهير بكثرة إلى ملعب الشهيد حملاوي سيعطي دافعا قويا لزملاء الحارس ماتياس حماش لتقديم أفضل ما لديهم، خاصة أنهم حرصوا خلال تصريحاتهم الإعلامية الأخيرة على توجيه رسالة قوية إلى جماهير مدينة قسنطينة، حيث تحضر هذه الأخيرة لتنقل كبير إلى الملعب لدعم زملاء القائد مسلم أناتوف في تكرار لما حدث خلال مسابقة